السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ نبتدي الفيديو بتاعنا زي ما احنا متعودين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هنعمل مع بعض كفتة في البيت على الفحم. هي على الفحم ومش على الفحم، يعني احنا هنعملها في الفرن وفي نفس الوقت هتبقى بطعم وريحة الكفتة اللي من بره اللي بنعملها اللي بتتعمل على الفحم بره. بص يا حبيبي، احنا معانا 350 جرام من اللحمة المفرومة، معانا 4 بصلات، 2 طماطم، قرنين فلفل اخضر، قرن فلفل احمر، 3 معالق او معلقتين هنشوف دلوقتي من البقسماط المطحون. طبعا الكبة عندنا كانت واقفة، هنعمل ايه؟ هنتصرف عادي ولا يهمك اي حاجة. الطريقة دي جميلة وطلعت معايا، انا اول مرة اعملها بس والله العظيم طلعت في منتهى الجمال. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. غسلنا البصل، هنجيب الطماطم بتاعتنا نقطعها، والفلفل بتاعنا السبايسي نقطعه. لازم الفلفل معاكي يبقى حامي عشان يدي طعم ونكهة كده حلوة. وكام فص توم. يبقى احنا جبنا طماطمتين واربع بصلات عشان نزود الكمية، وما تخافيش خالص من البصل، مش هتفك معاكي زي ما انت هتشوفي معانا دلوقتي. وفي نفس الوقت موفرة، وهتزود معاكي الكمية، وهتلاقي يعني ما شاء الله وانت بتاكلي هيفيض منك كمان. هنسمي الله. بص بقى، جبنا المخرطة بتاعتنا وهنتعامل عادي. هنخرطها وهتنعم معانا وتبقى احلى كمان من الكبة. بالعكس طلعت ريحة جميلة كده. بصوا حبايبي، ادينا احنا خرطناها اهي، بتنك ورا لحد ما تنعمي وما بتاخدش وقت. يبقى حطينا 4 بصلات وطماطمتين، 4 قرون فلفل احمر على اخضر، و4 فصوص توم مع اللحمه. يبقى احنا كده خلصنا. هنجيبها بقى المرحله اللي تشوفوا بقى هنعمل ايه. هنحطها كلها في المصفى ونصفيها من الميه اللي هي فيها، بس برضو مش هنرمي الميه بتاعتها. بصوا يا حبايبي، هنصفيها من الميه اللي فيها دي بقى. شفتوا الميه اللي نازله دي؟ ميه بصل على طماطم على الفلفل على الثوم، تحبيشه كده حلوه. عشان ننجز هنشتغل بايدينا. كده احنا خلصنا. هنحط بقى البصل والطماطم اللي احنا صفيناه دوت على اللحمه المفرومه. هنحط معلقه فلفل اسمر، نص معلقه كركم، نص معلقه بابريكا، كزبره ناشفه، وكمون. يبقى هي الكبيره بس معلقه الفلفل الاسمر، ونص معلقه بيكنج باودر، ومعلقه الا ربع ملح. هنسمي الله ونخلطهم كده مع بعضيهم. هنحط البهارات بتاعتنا: ملح وفلفل، كزبره ناشفه، كمون، بابريكا، كركم. كده احنا حطينا 3 معالق من دقيق البقسماط، وهنلفها كده مع بعضيها. يعني حتى لما تحطي البصل والطماطم وحسيت ان هي طريه كده، ما تخافيش منها، هنزودها بدقيق البقسماط. الميه بقى اللي نزلت مننا من البصل والطماطم، حطينا عليها نطره زيت وحبه فلفل اسمر وملح، وهنبتدي نصبع الكفته بتاعتنا. اي حاجه عندك، يعني انا ما كانش عندي السيخ، عندي بصي جبت المقوره وهتتعاملي عادي. مفيش حاجه تقف معاكي في المطبخ، مفيش اي حاجه تقف معاكي. نسمي الله زي ما قلت لكم كده وانتوا واقفين في المطبخ، نسبح ربنا ونسمي الله ونذكر الله في كل حاجه. ربنا بيبارك، هيبارك في كل حاجه. بصوا حبايب الكميه، بسم الله ما شاء الله. بصوا بسم الله ما شاء الله. والمقدار بتاعها حلو، وصوابع الكفته بتاعتها حلوه ومليانه. على فكره دوت الكاميرا مش مكبره صبع الكفته ولا حاجه. بصوا بسم الله ما شاء الله. حطيناها على الشبكه وعلينا النار على الاخر خالص، وبعد كده اول ربع ساعه ورحنا موطيين خالص وسايبينها. هي معلقه على فكره، انا ما ولعتش عليها الشوايه، هي مع نفسها كده. كنا مولعين حته فحمه هنحطها زي ما بنعمل، هتيجي كاتمه كتماه. ودوقي بقى الكفته وحلاوتها. عايزه تعملي جنبها مكرونه اعملي، تعملي جنبها عيش. انا عملت عيش وبابا غنوج وسلطه ومخلل. بصوا يا حبايبي الكفته عامله ازاي وجميله ومخوخه من جوه ازاي. لو عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك، كومنت حلو، واعملوا شير للفيديو. كل